السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل الكوكيز مقادير مظبوطة جدا علشان يطلع معاكي ناعم ومقرمش في نفس الوقت، وكمان سكره مظبوط اوي. نعمل منه جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة. زي ما انت شايفة بيتكسر معايا اهو بكل سهولة وفي نفس الوقت مقرمش وجميل. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. اول حاجة جهزت كوباية زبدة صفرا طرية وحطيت عليها كوباية ونص من السكر باودر، وهخلطهم مع بعض كويس اوي بالمضرب لحد ما قوامهم يبقى كريمي خالص. بعد كده ضفت بيضتين وكيسين فانيليا ومعلقتين كبار من اللبن الباودر. اضرب الحاجات دي كلها مع بعض بالمضرب لحد ما يختلطوا مع بعض كويس قوي، وبعدين هبتدي اجهز المكونات الجافه. انا هنا احتاجت 4 كوبايات من دقيق الفاخر متعدد الاغراض وعليهم رشه ملح ومعلقتين كبار من النشا. كمان ضفت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وما تكتريش عن كده علشان حجمها ما يكبرش قوي وشكلها يتغير. ما تقلقيش ان احنا استخدمنا كميه بيكنج باودر صغيره لانه كده كده هيطلع هش وخفيف، لان احنا حاطين عليه زبده وبيض وكمان نشا. خلطت الحاجات دي كلها مع بعض وبعدين هنزلهم على الزبدة والبيض والدقيق اللي جهزناهم. ودي مش كل المواد الدهنية اللي هنستخدمها، هحط كمان في الاخر بعد ما اخلط الحاجات دي مع بعض ربع كوباية زيت في الاخر، هتظبط القوام جدا وهتخليه حلو قوي. وانا هنا مش محتاجة عجين كتير، مجرد ما المكونات كلها تختلط مع بعض يبقى تمام. وبعدين هاخد معلقتين كبار من الكاكاو وعليهم معلقتين كبار من الزبدة واخلطهم مع بعض كويس، وهحط عليهم نص كمية العجين اللي انا عملتها. بعدين هخلط العجين بالكاكاو لحد ما تبقى كلها لونها موحد. لو عايزة تغمقيها عن كده طبعا هتزودي كاكاو لو حابة. وانا هنا محتاجتش استخدم لبن سائل خالص، هو قوامه كده مظبوط، وكمان اللبن الباودر هيديني الطعم اللي انا محتاجاه. باخد بقى اجزاء صغيره من العجين كده وبعملها على شكل كرات وبحط عليها شوكليت شيبس او مكسرات، وبضغط عليها بالقطاعه زي ما انت شايف. لو مش عايزه تستخدمي قطاعه خالص ممكن تضغطي عليها بايدك بس كده وهتطلع برضو حلوه قوي. المهم لو استخدمت القطاعه او القالب ده بحطه في الدقيق الاول وبعدين بنفضه منه كويس علشان العجينه ما تلزقش فيه. انا هعمل جزء من غير القالب ده وهوريكي برضو شكله في الاخر هيطلع برضو حلو قوي. حطيته في صينيه مش مدهونه ولا حاجه لان هو فيه نسبه دهون كافيه مش هيلزق فيها. دخلته فرن سخن على درجه حراره 170. اول ما يبتدي ياخد لون دهبي من تحت بشغل عليه الشوايه من فوق، ياخد لون دهبي من فوق وبطلعه على طول. عشان تقدري تحددي سوى الكوكيز اللي بالكاكاو بسهوله حطي صينيه بالكاكاو مع صينيه بالفانيليا في الفرن مع بعض. اما لو انتي مش عامله غير كوكيز بالكاكاو بس استني عليها في الفرن لحد ما تبتدي تنشف، مش قوي لان هي بعد ما بتخرج بتنشف اكتر. بس كده عملنا احلى كوكيز بمنتهى البساطه، وزي ما انت شايفه شكلها حلو قوي وناعمه وطعمها كمان حلو قوي. حاجه اخيره عايزه اقولك عليها ان اغلب البسكوتات لازم تستخدمي فيها سكر ناعم قوي، وياريت يكون منخول كمان علشان تتاكدي ان مش هيبقى فيه اي حبيبات. اتمنى تجربي الوصفه وتقولي لي رايك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناه علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديده. وشكرا، السلام عليكم.